وتجد نفسك يا ابن آدم في معسكر الموت. لكن العاقل من اتخذ من دنياه الى اخرته. لا دار للمرء يسكنها الا الذي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. واعمل لدار غد الجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واعمل يا ابن آدم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول حضرة الحبيب محمد في قضية الموت: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن حسن الحساب فيه فما بعده أيسر، وإن أساء والعياذ بالله الحساب فيه فما بعده أصعب منه. أنت تجلس على هاتفك الجوال المحمولي طوال الليل، تنظر يا ابن آدم إلى الصور والمقاطع والرسائل طوال الليل، وتنظر أيضا إلى الصور العارية. والله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: يا عبادي خلقتكم للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. ويقول أيضا أن الله عز وجل يتنزل نزولا يليق بجلاله ويقول: يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. أسأل ربي أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يأخذنا من الدنيا إلا بذنب مغفور وعمل مسموع وتجارة لن تبور. أسأل ربي
أن يرحم الراحلة الكريمة ببركة سيدنا رسول الله، وأن يختم لنا بالعمل الصالح، وأن ينور لنا في قبورنا ببركة القرآن العظيم، وأن يهدي لنا أولادنا، وأن يجعلهم صالحين أتقياء آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أرى بعيني الطيور قد عادت إلى أكواخها، وها هو قد حان وقت غروب الشمس. يتوقف الإرسال إلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.